الساعة 11 الا ربع، وبص الجو بره عامل ازاي. المهم معايا كده طلبين راح انزلهم. واحدة منهم بعتت لي قالت لي انا جايبة الاكل دوت واحد قريبها يعني، وقالت لي انا هديك رقم دخله اكتبه وحط الحاجة على الترابيزة جوه لو انا حابب يعني. وبيني وبينك انا قلت لها تمام يعني، بس لما اروح هناك هشوف الوضع. المهم يلا بينا ايه نروح نشوفه ايه الوضع، ننزله اول واحد وبعدين ننزله التاني. وتعالى بقى ايه عشان افرجك على الجو الجميل اللي احنا فيه ده. بس بص الجبال التلجية، مش جبال اتعملت كده، العربيات اللي بتمسح التلج بتجمع التلج كله هنا كده زي ده، بيتعمل على شكل جبل كده. بص زي اللي هناك ده. فانت تفتكر بقى ايه عايشين في الجبال التلجية. بص هناك، شايف هناك؟ يا لهوي، اللي معهوش عربية دفع رباعي بيتبهدل بصراحة. بص بقى ايه الحتة ديت بقالي فيها شوية نازل، تلج مغطي الطريق. طبعا الزحلقة بص قدام، ولازم ناخده بالنا بقى ايه واحدة واحدة كده. مخين يمين، الطرق كلها عامله كده بسم الله ما شاء الله. بص الطريق جوه. ايوه بص على الهادي، على الهادي خالص. احنا وصلنا، في كلب بيهوهو هناك اهو شايفينه. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس واقف اهو. النهارده وانا بنضف التلج شايفين دخل فين. فلما باجي برفع الباب بتاع الشنطة، فالباب بيفضل ساعات بينزل كده، ينزل على دماغي. فلازم كده ازق جامد. هننزل الحاجات ديت هنا. في عربية جاية مش عارف هتعرف تعدي من هنا ولا لا. بس اعتقد هتعدي يعني. وعدى. نعمله سكان كده لده. قلت لي ان في رقم هدخله كده معرفش فين، مش عارف هي تقصد على ايه رقم ايه، بس ماشي يعني. ارجع اخد الحاجات التانية ديت بعد ما ادخل دول. افتح يا سمسم. يا بصوا، بصوا تحت العربية. شايفين التلج لما بيتجمع بيعمل ازاي؟ كده ناخده ايه دولت. ممكن نقفلوا الشنطة بالمرة ونروح نحطوا ايه المصلحة ديت، ونروح ننزله الطلب التاني. الطلب التاني عبارة عن كيستين يعني مش كبير ومش بعيد برضه. ناخدوا الصورة الجميلة. بس يلا بينا. ممكن نقفل له الباب بقى. بص تعالى اوريك الطلب التاني اللي معايا قد ايه. كيستين. يا لهوي الباب مش هيتفتح، الباب مفرزن شايف. ايوه دولت الكيستين اللي احنا هننزله. يلا بينا. بصوا دوت قضيب قطر، بصوا عامل ازاي، كله متغطي. اكيد قدام بقى هتلاقي بقى ايه التلج مغطي القضيب تغطية سواد.
هو البيت اللي جاي دوت، لا اللي بعده تقريبا. هو اللي جاي، لا هو ده اللي على اليمين ده. فانا ممكن بس ايه احضن كده على اليمين سنة واخش، علشان لو في عربية جاية ورايا تعرف تعدي. ما طلعش هو البيت، المفروض اخش الدخلة ديت مش الدخلة ديت. فانا رجعت تاني كل ده وبعدين هخش الدخلة ديت. خش بسرعة بقى ايه عشان هتلاقي عربية جاية دلوقتي، وبعدين بعد ما نخش نشوفوا البيت. تقريبا هو البيت اللي عنده العربية الحمراء. احنا وصلنا اهوت. هي كاتبالي ان في عربية هوندا راكنة قدام البيت، بس انا ما لقيتهاش قدام البيت، فراكنة جوه البيت او جوه اليارد يعني. وتقريبا التانية لما قالت لي على اللي هو، استنى اتاكد. هو تقريبا التانية لما قالت لي على ان انا احط الرقم وافتح الباب عشان احط الحاجة على الترابيزة. معرفش هي كانت هي مستكنة هناك، هي ممكن يكون حد قال لها كده عايزني مثلا افتح الباب واحط حاجة على الترابيزة، معرفش. بس انا لما لقيت مفيش اصلا حاجة احط فيها ارقام فحطيت الحاجة بره. هو لازم اعمل سكان لاي حاجة فيهم. السكان ده ناخد الصورة اللي احنا حطيناها. بص الشمس طالعة والجو جميل. يلا بينا. بس انا قفلت لهم الباب كده ايه، عدني العيب. يقولك عدني العيب وازح عشان نضافوا الجزمة. ما تنساش تعمل لايك وتعمل فولو لو انت اول مرة تشوفني على الفيسبوك. يلا سلام.